تعالوا نتكلم عن توقعات عرض ساتردي نايت مين ايفنت، وهل ممكن رومان رينز يرجع، وايه الغرض من مباراة راندي اورتن ودرو ماكنتاير، وهل ممكن جولدبرج يكسب لقب الدبليو دبليو وورلد هيفي ويت شامبيون. فكلام كتير جدا في العرض ده مع انه عرض صغير والله، بس يلا بينا نراجع كلام كتير. تعالوا بينا نخش على عرض ساتردي نايت مين ايفنت. Welcome to New Era. قبل ما ابدا الفيديو ما تنساش يا تعمل لايك وتشترك في القناه عشان ده بيحفزني جدا اكمل. والعرض ان شاء الله هيكون الساعه 1 بتوقيت مصر، وهيكون على قناه اليوتيوب بتاعه الدبليو دبليو اي، بس مش عارف بقى انهي قناه يوتيوب بقى، لسه هنشوف وقتها، يعني وقت العرض هنعرف. وطبعا هيبقى في عرض سماك داون قبل العرض ده، بس احنا مش هنلحق يعني نعمل توقعات في وقتها، يعني مش هنلحق، فبنعمله من دلوقتي وخلاص. ويعني هو غالبا مش هيحصل حاجه جديده يعني في العرض يعني. والعرض النهارده ما فيهوش غير 3 مباريات: مباراه سي ام بانك، مباراه سيث رولينز والإي نايت، ومباراه جولدبرج وجونتر، ومباراه درو ماكنتاير وراندي اورتن. فيلا بينا كده نبدا بمباراه درو ماكنتاير وراندي اورتن. المباراه دي يعني مباراه ما تعرفش هي متحدده قوي ليه، يعني هي ملهاش سبب محدد يعني، لكن احنا ما عندناش مباراه في العرض فنحطها. بالنسبه لي المباراه دي يعني ملهاش يعني هدف معين، يعني احنا مش عارفين هي محطوطه ليه، بس المفروض بقى اللي يحصل من المباراه دي هو ان درو ماكنتاير هو اللي يفوز بسببين. السبب الاول ان درو ماكنتاير لسه راجع، فمش معقول الراجل اللي يكون لسه راجع كده وتخسر هو عادي كده يعني، فده يبقى عيب كبير كده يعني. احنا كده هنغلط بقى. فالمفترض ان درو ماكنتاير يكسب اولا عشان ده لسه راجع من الاصابه ولازم يكسب، ولازم تبنوا فيه شويه حلوين. الراجل مهمش كفايه اصلا عليه، الراجل اصلا محتاج لقب عالم والله، بس انتوا يعني تدوا الفرصه بس. والسبب الثاني ان راندي اورتن يشوف بقى ان هو خلاص يعني هو ما عادش ينفع بالشخصيه الفيس بتاعته دي، فلازم يتحول للشخصيه الهيل عشان يبقى قاتل الاساطير، يبقى الفايبر، اي حاجه كده ذا ليجند كيلر فوق، زي ما حصل كده في عرض سماك داون اللي فات لما درو ماكنتاير قال له انت لازم تفوق، انت ما كنتش كده، انت كنت قاتل الاساطير، انت كنت الفايبر، اما دلوقتي انت بالنسبه لي قاتل الاساطير ده مات. فهو فعلا لازم راندي اورتن يفوق عشان نشوف بقى بدايه تحوله للشخصيه الهيل كده، وممكن يغيب بعدها بشويه ويرجع لنا في عرض سامي اسلام يقلب على كودي رودز، او بعد ما كودي رودز يكسب اللقب يهجم عليه كده يعني. عاوزين نشوف حاجه يعني، فهو ده اللي المفروض نطلع منه بالمباراه دي. واتمنى ان احنا نشوف حاجه من المباريات دي كلها بسبب الاعلانات اللي احنا متاكد انها هتفضلنا في العرض. فده كان توقعي للمباراه دي، ان هو لازما درو ماكنتاير هو اللي يكسب. بعدين نخش بقى على مباراه الإي نايت وسيث فريكي رولينز. المباراه دي ممكن تمشي عادي جدا ويكسب فيها سيث رولينز بمساعده الكلاب بتاعه الصغيرين دول عادي. ما اتوقعش ان التدخلات ممكن تكون في المباراه دي، لان مباراه جولدبرج وجونتر هتكون في الحدث الرئيسي، فما اتوقعش ان رومان رينز ممكن يرجع في المباراه اللي قبلها كده، لا ما اتوقعش خالص يعني. ممكن يتدخل فيها سي ام بانك، بس ايه الكلاب تدمره توقعه تعمل في اي حاجه عادي جدا يعني. فده اللي انا حاسه يعني من المباراه دي، لكن احنا هنشوف ما بينهم اداء كويس طبعا، واتوقع ان سيث رولينز هو اللي هيكسب. ما اتوقعش خالص ان ايه في تدخلات في المباراه دي قوي، ممكن لو حد دخل يبقى سي ام بانك في المباراه دي، عشان سيث رولينز بعد ما يخلص المباراه دي يروح يصرف الشنطه في الحدث الرئيسي. فده توقع المباراه دي. عشان نخش بقى على توقعات الحدث الرئيسي جونتر ضد جولدبرج، بعد البناء اللي بيحصل في العروض الاسبوعيه والحماس اللي يعني هي شويه كده المباراه دي، وكلام بيقول ان جولدبرج ممكن هو اللي يكسب ويلعب في سمر سلام، واخبار بتقول ان لا جولدبرج هيخسر ودي ماتش الاعتزالي. فلحد دلوقتي محدش عارف ايه اللي هيحصل بنسبه 100%، لكن انا بتوقع ان الماتش ممكن يمشي عادي جدا. وفي الاخر بقى سيث رولينز بعد ما يكون خلص المباراه يخش عشان يصرف الشنطه، فيخش له سي ام بانك ده لو ما اتدخلش يعني في المباراه اللي قبلها يعني، او هو سوبر مان واتدخل في المباراتين بقى فما اعرفش. فسيث رولينز يخش عشان يتدخل في المباراه دي ويصرف الشنطه، فيتدخل له سي ام بانك. في سي ام بانك برضه ما يعرفش يقوح معاه مع الكلاب اللي معاه ديت، فتدق موسيقى رومان رينز وسط تشجيع جامد جدا من الجماهير، ويخش ويقوم ضارب سيث فريكي رولينز. وممكن بقى وقتها يستغل جونتر او جولدبرج المباراه ويكسب يعني، انا مش فارقه معاه يعني، بس المهم ان رومان رينز يرجع في المباراه دي. لكن انا بتوقع ان ممكن جولدبرج هو اللي يكسب صراحه. شكل جولدبرج هو اللي هيكسب في المباراه دي ويلعبوا تاني في سمر سلام، بس انا حاسس لا، ان لان البطوله مش لعبه، مش كل شويه رايحه جايه بقى مع جونتر بقى، احنا زهقنا.
راحه جايه فاحنا مش عارفين. فهل ممكن جولدبرج يكسب؟ هل ممكن جونتر هو اللي يكسب؟ فانا هتوقع كده، اتاخر توقع، يخش سيس رولينز يصرف الشنطه، يقوم دخل سي ام بانك ما ينفعش معاه، فيدق مسكة رومان رينز، فيخش رومان رينز ويضرب سيس رولينز، فيستغل جونتر الكلام ده ويكسب. خلاص ده هو جونتر هيكسب. خلاص ماشي، هنحاول يعني ايه نمشيها كده، اني مش مطمن بس هنعمل ايه يعني، مفيش امل تاني، خلاص كده كفايه علينا. فهو ده اللي فتح لنا لحد دلوقتي، احنا لحد دلوقتي مش عندناش حاجه تانية. لازم رومان رينز يخش في المباراة دي، ونشوف لهم بقى مباراة في سمر اسلام بقى، ونشوف هيحصل ايه يعني في الايام الجاية يعني، عشان ايه واحد اتخانق ولو رومان رينز مرجعش يعني يعني هيرجع امتى بقى؟ انا مش فاهم. يرجع في سمر اسلام؟ طب انا كده اتبضنت، انا كده خلاص مفيش. وبرضه لازم تغطي على عرض بتاع الاي اي دبليو ده، فانت هتعمل ايه يا عم بخ؟ انا عاوزك تجيب لي حلول يا عم بخ، انا عاوزك تشتغل، عاوزك تفكر. ماشي يا عم تريبل اتش، انا عاوزك تطلع لي حاجه عظيمه بعيد عن الاعلانات ده، هعصر على نفس ليمونه واستحملها. اما انت لازم تطلع حاجه ابداعيه. فبس دي توقعات المباراه دي، وربنا يستر من العرض اصلا انا مش مطمن، انا يعني ما تطمنوش قوي يعني العرض ده يعني ربنا يستر على اللي هيحصل بقى. فدي كانت توقعاتي. اول حاجه فوز درو ماكنتاير، تاني حاجه فوز جونتر، وفوز سيسرون. فما نشوف بقى ايه اللي هيحصل بقى في عم بخ ده ولا اي حاجه. فبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وتنزل تقول لي تحت في التعليقات توقعاتك للعرض. وبس كده، احلى سلام.